إشراقات، برنامج حواري وتربوي واجتماعي. إشراقات، برنامج يلامس قضايا المجتمع المغربي واهتماماته. إشراقات، إعداد وتقديم سعاد جنين، إخراج إيمان مزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقتضت حكمة الله عز وجل تفضيل بعض الناس على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض. من هذه الأشهر شهر رمضان الذي خصه سبحانه بالصيام، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. فضائل كثيرة من بها الخالق سبحانه على هذا الشهر رحمة بعباده. يقربنا من ذلكم مستمعي الكرام فضيلة الأستاذ العالم الجليل سيدي عبد الرزاق الوزكيتي، عضو المجلس العلمي الأعلى. مرحبا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. أستاذي، نبغوا نتعرفوا معكم على سر اختياره سبحانه عز وجل الشهر رمضان دون الشهور لصيامه ولقيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل اختار أمكنة واختار أزمنة يضاعف فيها الأجر للأعمال. مثلا مضاعفة الأجر في بعض الأماكن كالحرم المكي، المسجد في الصلاة في المسجد النبوي كما ثبت في الصحيح: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، إلى آخره. ولذلك كما أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والثواب للعمل في الأماكن، يضاعف العمل أو الأجر العملي لبعض الأزمنة. فاختار الله سبحانه وتعالى من ذلك رمضان الكريم وخصه بهذه الميزة فضلا منه، فكان شرف الزمان هنا في شهر رمضان من موجبات مضاعفة الأجر. لذلك اختاره الله سبحانه وتعالى كما اختاره لمن قبلنا، اختارها بالصيام. شهر الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلذلك صوم، كما قال أحد التابعين وهو إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. سبحان الله، جميع الأعمال. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره، حتى الصيام بنفسه ولو خارج رمضان بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعف على سائر الصيام. يعني صيام أيام البيض، وصيام الخميس، وصيام الاثنين، وصيام شعبان، وصيام رجب، وصيام عاشوراء، وصيام ذي الحجة، إلى آخره. ولذلك هذا الزمان اختار الله له شرفا خصه به، فجعله فرضا على عباده، وجعل صيامه واحد من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. من هنا يضاعف الثواب بأسباب أخرى كما قلنا. منها الله سبحانه وتعالى قد يضاعف الأجر للإنسان بحسب ذلك الفاعل لذلك الأجر، حسب
تقواه كثرت تقواه حسب قربه من الله. ولذلك ضوعف الأجر لهذه الأمة كلها، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضوعف لها الأجر على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. سبحان الله. فلذلك استثنى الصيام، الله سبحانه وتعالى استثنى الصيام من بين الأعمال يرجع فيها كل الأعمال يرجع سائرها للعباد، أما الصيام استثناه الله سبحانه وتعالى واختصه لنفسه من بين أعمال عباده جميعا، ونسبوا هذاك العمل ديال الصيام أضافه لنفسه. سبحان الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذاك الحديث اللي معروف مشهور صحيح، في الحديث القدسي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب، إلى آخر الحديث. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا قال؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذه المغفرة، كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم أستاذي. إذن هذه الخير العميم الذي خص به الله عز وجل هذا الشهر لهذه الأمة الموسومة بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن انفراد شهر رمضان بهذا العموم الخيرية، سواء خيرية في السبق في الزمن أو الخيرية المجموعة في جميع أيامه، أكيد أستاذي هناك فضائل كثيرة خاصة بها سبحانه هذا الشهر لهذه الأمة. الأستاذي فضائله يعني لا يعلمها إلا الله. فلذلك لما قال الله تعالى في الحديث القدسي: والصيام لي إلا الصيام فإنه لي، يعني لم يذكر لنا، فجميع الأعمال الأخرى ذكر لكل حسنة بعشر أمثالها، مضاعفة الحسنة إلى 700 ضعف. الصيام لم يحدد له مضاعف، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصبر. واحد الحديث كان خرجه الإمام الترمذي رحمه الله، قال: الصوم نصف الصبر. فلذلك سمي هذا الشهر شهر الصبر. والصبر هو الذي يجلب للإنسان التقوى، هو المفتاح ديال التقوى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. فأنتم تعلمون وكل الناس يعلمون أن الصبر أنواع أو 3 أنواع، هي الصبر على الطاعة، الصبر على ما حرم الله تعالى، والصبر على الأقدار التي قدرها الله، الأقدار المؤلمة التي تؤلم الإنسان. وهذه 3 كلها اجتمعت في الصيام. فإن هذه من فضائل الصيام اللي كرمنا الله به سبحانه وتعالى، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا على ما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. هذا الألم اللي كينشأ من الأعمال أو من أعمال الطاعات أعطاه الله واحد الثواب، كما قال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله. يعني مقاربة مدرسة. نعم. من فضائله أنه مدرسة تربي فينا من أول الخصال أو من أول الفوائد التي هو أنه يعلمنا الصبر. بالفعل أستاذي، هذه من الفضائل.
ومن خلال ف... تحليلكم مقاربة واضحة جدا نعم تربط بين الصبر والصيام، وهي من أهم، كما أشرتم أستاذي، من أهم القيم التي يتصف بها المسلم في هذا الشهر. أستاذي، شهر رمضان من أول ليلة تبدأ يعني رحماته ونفحاته من خلال حديث أبي هريرة تصفد فيه الشياطين من أول ليلة، وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان. هذا خير كثير أستاذي، وفضائل جليلة أنعم بها الله عز وجل على هذا الشهر المبارك. صحيح. ففي الحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن كل ما يكون في رمضان، هذا لا يستطيعه إنسان ولا يطيقه إنسان، لأن الصيام من الفضائل ديالو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أجره إلى أحد، بل جعل أجر الصيام له سبحانه وتعالى، وجعله مدخرا لصاحبه عنده سبحانه وتعالى. فلذلك يقولون كل الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر إلا يوم القيامة. يبقى أن هذا أجر الصيام يختص به الله سبحانه وتعالى، فيقص أو يقتص من الحسنات بالنسبة للأعمال الأخرى، ويؤدي بها عن العبد ما كان في ذمته من سيئات ومن أعمال، إلا الصيام فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى بنفسه الأداء عن هذا المذنب أو هذا العاصي أو هذا الذي فرط في حق من الحقوق، سواء حقوق الله أو حقوق، فسبحانه وتعالى يؤديها عنه كما جاء في بعض الآثار. فلا يسقط ثواب الصيام بأي حال من الأحوال، كما إذا أدي بالنية الصادقة وبالنية الحسنة التي دخل بها صاحبها إلى رمضان واستقبل بها رمضان وهو فرح مستبشر متيقن بأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعل وأعانه بأن سلسل الشياطين. فإذا دخل شهر رمضان وأهل الله هذا الشهر سلسلت كل الشياطين ليعين الله العباد على امتحان الشيطان الذي دائما هو يصارع الإنسان ويلازمه وينتظر منه أي غفلة، فهو هنا يسلسله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شو سبحان الله أستاذي، كما أشرتم أن الله عز وجل يسلسل الجن والشياطين لفتح مضمار رمضان للصائمين للتنافس للطاعات، يعني كأنه يقول لهم هلموا إلى الخيرات، فالباب مفتوح عن مصراعيه أستاذي. وتبقى كما أشرتم يعني نية صيام هذا الشهر المبارك، يعني ينبغي أن يصومه العبد بإيمان صادق وبيقين بيقين وباحتساب لله عز وجل، كما هو في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أستاذي، نعم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر من بين 12 شهر، عندنا 12 شهر في السنة، كأنه زكاة الجسم، زكاة يؤديها المسلم. جميل هذا التعبير أستاذي، زكاة الجسد. نعم. جميل هذا التعبير، زكاة الجسد، كما كاين عندنا زكاة الأموال، هذه زكاة الأبدان. نعم، زكاة الجسد. نعم. لأن العام على 11 شهر، والناس في لذاتهم وفي شهواتهم بطبيعة الحال المباحة، يأتي هذا الشهر فيزكي الإنسان جسده، يطهره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إخلاصا لله عز وجل،
غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان يمسح ويمحو تلك الخطايا في الأشهر الأخرى، أو في تلك السيئات التي يخرج منها الإنسان وكأنه ولد من جديد. فمن صام رمضان عرف الحدود ديال رمضان وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه. هذه العملية تجعله يكفر ما كان قبله. لذلك في الحديث الذي رواه مسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. مع الأسف ربما الناس كما أشرت أن الناس لا يحسنون نياتهم إلى أن رمضان فرصة عمرهم، ربما لا يتأتى لهم أن يدركوه المرة الأخرى أو العام القابل، فيمسحون ما ترتب أو ما علق بهم من الأدناس ومن الأوساخ ومن السيئات ومن المخالفات. فهذه فرصتهم أن يتخلصوا، كما قال أحد الصالحين، قال: يد الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. الأجساد العصاة الغافلين إذا ماتوا على هذه الغفلة ولم يتوبوا والعياذ بالله، فالناس يرجون النجاة لأجسادهم. فنحن حين نحس بألم أو مرض مثلا في حياتنا اليومية أو نبحث عن الطبيب ونبحث عن الدواء ونخاف على الجسد، وهو ينسى أن هذا الجسد الذي تصوم الآن فأنت تأمل بصيامك أن تنجيه من ذلك العذاب. كم كنت تعرف من صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان؟ كم صام معنا السنة الماضية من أحبة ومن جيران ومن أصدقاء ومن معارف؟ أين هم الآن؟ هم تحت التراب، أفناهم الموت، استبقانا نحن بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. هذه نفحات رمضان ينبغي أن يستغلها الناس ليستقبلوا رمضان بهذه الروح، بهذه النية، وليس التفكير فقط في الطعام والشراب والمائدة كأنه شهر الأكل، مع أنه هو شهر الصيام. فماذا يعد الإنسان؟ يعد نفسه، يعد الطاعات، يعد الصالحات، ما هو شيء يعد الشهوات يكثرها ويزيد المصاريف وربما يتكلف وربما يتسلف وهذه من سوء فهمنا لمقصد تشريع من رمضان. أكيد أستاذي، لا يجب الاعتدال والتوسط في الاستهلاك، وهذا الشهر للخيرات، يعني شهر الجود والشهر العطاء وشهر الصدقات والتبرعات، يعني كل الخيرات الحمد لله على أشكالها جمعت في هذا الشهر المبارك، فمن مد له في أجره إلى أن يدرك رمضان فهذا نعمة وعطية من الله عز وجل لهذا العبد. أستاذي، من أهم ما ميز به رمضان سبق وأن أشرتم أن الصيام قد كتب على الأمم من قبلنا، ومما ميز به هذا شهر رمضان نزول الكتب السماوية وعلى رأسها والناسخ والقرآن الكريم. فهذا الشهر المبارك بالأخص في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة لمن صامها وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أستاذ، نعم، هو الله تعالى كما يقول العلماء فضل أشهر السنة وأكرمها بشهر رمضان، وفضل وأكرم شهر رمضان بليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى
قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هناك حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان وذكر بفضله على الشهور فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم وكيوم ولدته أمه. فكان هذا عام، لكنه جعل هذا الفضل قويا حينما جعل عبادة ليلة أو قيام ليلة يساوي 1000 شهر. فقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى احتسابا يعني إخلاصا لله عز وجل، فهي الله سبحانه وتعالى جعلها فرصة ربما في العشر الأوائل أو الوسطى قد الإنسان تفوته بعض الفضائل فيستدركها في هذه العشر الأواخر، كما في حديث عبادة قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال هي في شهر رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها وتر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة من رمضان من قامها احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والراجح أستاذي كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم، والراجح أستاذي ليلة 27. والراجح أستاذي ليلة 27. هذاك الراجح نعم بسبب حديث السجود على التراب. في هذا فرجحه العلماء، وهو المسلم يستغل هذا الموسم كله من أول يوم يستقبله بالاجتهاد ما استطاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزاره وأحيا ليلاه وأيقظ أهلاه حتى لا يتكل المسلمون على ليلة بعينها، فأخفاها الله حكمة، أخفاها الله عن عباده حكمة منه سبحانه وتعالى ليجتهد الناس في كل ليلة من ليالي رمضان. ويبقى هذا الاجتهاد مستمرا أستاذي إلى ليلة العيد. لا يكتفي المرء صافي بليلة القدر وصافي رانا خديت الأجر. الاجتهاد هو مستمر إلى آخر ليلة من ليالي رمضان. لذلك وجدنا حتى في آخر ليلة في الحديث. بالفعل أستاذي أشرتم إلى مجموعة من الفضائل التي خص بها الله عز وجل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الأبرك، وفضائل العشر الأواخر وليلة القدر، وأشرتم ضمنا إلى بعض الفضائل التي خص بها الله عز وجل هذا الصائم، وإن كان كل ذلك هو من أجل هذا الصائم وخير لهذا الصائم. سبحان الله. نبغيو نعرفوا معكم يعني أهم الفضائل المخصوصة للصائم حتى يخلص المقبل على رمضان نيته وحتى يجتهد ما استطاع. بالفعل أستاذي، في الحقيقة هي أفضل وسيلة يستغلها الإنسان في هذا رمضان، خصوصا في ليالي رمضان، هو القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا
قدوتنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدارسه سيدنا جبريل عليه السلام القرآن في ليالي رمضان. فلما نحن لا نشغل أنفسنا بمدارسة القرآن في ليالي رمضان، حفظا، تلاوة، تدبرا، تأملا، بدل أن نقضي أوقاتنا في التوافه التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تلائم طبيعة القيام. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فهو يعتق سبحانه وتعالى عباده الذين يتناجون معه، يخاطبونه، يدعونه، يتوسلون إليه بأعمالهم الصالحة، ويتوسلون إليه بالقرآن وبتلاوة القرآن. فأفضل ما يجب النصح به لأنفسنا وللمسلمين عامة أن تكون لديهم فرصة للتعاطي بحزم وبشدة وبانكباب على كتاب الله عز وجل، فهو الفضل الأول وعلامة التوفيق. أما الإنسان نعم قد يصلي التراويح، قد يحافظ هذا على الصلوات الخمس وعلى صلاة العشاء في المسجد هذا شيء جيد، ولكنه حين يعود إلى البيت ربما اشتغل بأشياء أخرى لا علاقة لها بالقرآن، فعليه أن يكرس جهده ويشمر عن ساق الجد ويجتهد في أن يربط علاقته بالقرآن. الذي لديه حفظ ناقص أو حفظ غير متمكن منه فليستغل هذه الليالي التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، يجيئه جبريل فيدارسه القرآن، يدارسه، يعلمه، يقرئه، يقرأ حتى في آخر حياته قرأ عليه آخر ختمة، وقال في الرواية أنه حضرها أبي بن كعب وصحبه حتى تبقى صلتنا، تبقى الصلة ديالنا والعلاقة ديالنا بالقرآن قوية، لأنه لا يصرفون عن القرآن إلا الشيطان والملاهي واللعب والغفلة وغيرها من الأمور التي قد يشغل بها المرء أو المسلم الصائم وقته ظنا منه أنه فقط يتسلى، فهو لو جلس بين يدي القرآن لوجد فيه كل ما يرضي ذوقه. فإذا كان من هواة القصص فليتأمل قصص القرآن ويستفيد منها، فإذا كان من هواة الإعجاز فليتأمل ألفاظ القرآن وما توحي به إليه، وسيخرج من رمضان وقد تمكن من قلبه الإيمان القوي بالقرآن. هذه أفضل فضيلة التي يضاعف الله بها الأجر للناس في رمضان، فهي القيام. ليس بالضرورة أن يتلو القرآن وهو قائم، بل يقوم ما استطاع، حتى إذا تعب ليجلس بين يدي القرآن ليتأمل، ليأخذ معاني القرآن، ليتدبرها ويرى ويعرض عمله وسيرته على ما ينطق به القرآن، هل هو يسير في ركب القرآن أو بعيد عن ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خلق بحيث يرضى لرضا الله ويسخط لسخط الله، ويسارع إلى ما حث عليه القرآن ويمتنع مما زجر عنه القرآن، فكان بهذا يضاعف أجره وأفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة ممارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم، على مكارم الأخلاق، يحث على الجود. فلا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاق
من المخالطة. أكيد فإن خالطنا أستاذ. القرآن وعاشرناه لا شك أن هذه المخالطة للقرآن ومعايشته ستورثنا أخلاقا عجيبة مما لم نكن نملكها قبل دخولنا إلى رمضان. بالفعل أستاذي، وهذا ما أشرتم. نعم أستاذ، جاب الله علينا بها سبحانه وتعالى في رمضان. سبحان الله أستاذي. هو كما أشرتم يعني شهر رمضان هو شهر العديد من القيم التي تترسخ في المسلم من خلال هذا الشهر، كما أشرتم الصبر والجود إلى غير ذلك. طوبى لمن شغل رمضان، لمن أدرك رمضان فشغل نهاره بالصيام. الصيام على حقيقته صيام هو ليس إمساك فقط، بل صيام جميع الجوارح. ومن شغل ليله بالقيام وبقراءة القرآن. بارك الله فيكم أستاذي الجليل فضيلة الأستاذ سيدي عبد الرزاق الوزكيتي، أنتم عضو المجلس العلمي الأعلى. بارك الله فيكم وشكر لكم وعشركم مباركة. والشكر موصول للسيدة حسن النبيه التي قامت بتسجيل هذه الحلقة، ولكم مستمعي الكرام على حسن إصغائكم ومتابعتكم لبرنامجكم إشراقات. عشركم مباركة إلى أن يتجدد بكم اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشراقات، برنامج حواري وتربوي واجتماعي. إشراقات، برنامج يلامس قضايا المجتمع المغربي واهتماماته. إشراقات، إعداد وتقديم سعاد جنين، إخراج إيمان مزاحم.